طب ايه بقى موضوع تريك اور تريت ده؟ زمان وقت حضاره السلت كانوا بيقدموا في اليوم ده تحديدا قرابين للارواح الشريره علشان ما تاذيهمش، والبيت او الاسره اللي ما كانتش بتقدم اكل او قربان للارواح كان بيحصل لهم حاجات غريبه، فالموضوع اتطور بعدين لحته الحلوى، والناس لو ما ادتش الحلوى للاطفال بيبتدوا يعملوا فيهم مقالب خفيفه كجزء من المرح في الليله الممتعه دي. واحده من الرموز اللي بقت مرتبطه بالليله دي وهو اليقطين المنحوت او اللي معروف باسم جاك اولانتر، واللي ترجمته الحرفيه هو مصباح جاك. الاسطوره دي بترجع لجاك اللي كان معروف انه نصاب ومخادع، وقدر يخدع الشيطان نفسه اكتر من مره، ولما مات لا دخل الجنه ولا دخل النار، وفضلت روحه تايهه في الظلام. فعمل فانوس من يقطينه محفوره تنور له الطريق وهو ماشي بالليل علشان خاطر الارواح الشريره ما تقربش منه. والناس من ساعتها بتنحت اليقطين علشان ترمز لقصه جاك، وتحطها على باب البيت وتولع فيها شمعه علشان تخوف اي روح شريره ممكن تقرب. فالروح الشريره اول ما بتقرب وتشوف المنظر ده بتقول يقطين امي، ومن ساعتها اليقطينه دي بقت واحده من رموز الهالوين المعروفه.